السلام عليكم، اهلا بكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر كيك سريع بجد طعمه اخر لذاذة. يلا نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هند سليم ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. اول حاجة هحضر الحليب المكثف المحلى السريع عشان اسقي بيه الكيك. معايا كوباية حليب بودرة وسكر بودرة ونص كوباية مياه مغلية. هضربهم بقى كويس جدا. هحطهم بقى في بولة واسيبهم في التلاجة حوالي يوم كامل. عندي بقى هنا الخلاط، هبتدي اضيف فيه علبة زبادي، وبنفس علبة الزبادي سكر بودرة. تمام. وبنفس العلبة برضو زيت. مكونات سهلة جدا. هضيف عليهم 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم بقى شوية فانيليا. هضرب بقى المكونات دي كويس جدا. اجيب بقى بولة واضيف فيها المكونات السائلة اللي عملناها في الخلاط، وعليهم كوباية دقيق ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. ما تنساش طبعا رشة الملح. هقلبها بقى كويس جدا، واجيب القالب بتاعي دهنته سمنة او زبدة، واضيف بقى عليه الخليط. الفرن طبعا متسخن مسبقا 180. مش هياخد منك يعني ربع ساعة تلت ساعة بالظبط وهتطلع معاكي. شايفين الجمال؟ هسقيها بقى الحليب المكثف اللي عملناه. اسيبه بقى 5 دقايق كده في الكيك لحد ما الكيك يتشرب كل الحليب. عندي بقى سميد ناعم محمصاه، هرشه كده من على الوش بالشكل ده. ابتدي بقى اقطعها كده. بجد كيك يعني يشبه كده طعم البسبوسة. انتوا هتدوقوا طعمه هتلاقوه بجد مختلف تماما، يعني لا منه بسبوسة ولا منه كيك. بجد رهيب. وحقيقي من الكيكات السهلة جدا اللي بتتعمل بمنتهى السهولة. واحنا طبعا بنبقى عايزين حاجة تنجزنا كده وسريعة، فدي بجد ارشحها لكم لانها تحفة وطعم كده مختلف، مش هتبطلي تعمليه. وهي بقى من الكيكات اللي فيها طراوة فمديها طعم بجد مختلف. والحليب المكثف مخليها حلوة جدا. وانا بجد ما قدرتش اقاومها. من الكيكات يعني اللي تودي بداهية رهيبة. بجد هتعجبكم قوي. بتمنى ان شاء الله تجربوها، واشوفكم على خير بإذن الله في الوصفة الجاية. باي باي.